السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، ربنا يا رب يبلغنا الشهر الكريم على خير. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو ظريف قوي، وهيكون فيديو متخصص للشتاء، اكله شتويه بحته. هنعمل مع بعض القرنبيط، وتعالوا اقول لكم بقى سر الخلطه الخطيره بتاعتي اللي انا بعمل بيها القرنبيط، وازاي يطلع معاكي مقرمش جدا من بره وبلون ذهبي جدا جدا، وكمان من جوه طري ومستوي وحلو قوي، وكمان هيفضل مقرمش معاكي لتاني يوم، وكمان بعد ما يبرد تماما. يلا بينا نقول كل المكونات وكل المقادير واسرار الخلطه بتاعتنا ايه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كالعاده ونبدا مع بعض. انا عندي زي ما انتم شايفين دي القرنبيطه بتاعتي. هبدا كده اجيبها بالطريقه دي، وهبدا اول حاجه اعملها ان انا اقطعها كل زهرايه من دول كده قطع صغيره على حسب الحجم اللي انت عايزاه، ويفضل يكون حجمها يعني مش كبير قوي عشان تستوي معاكي كويس وبشكل اسرع، وكمان تاخديها كده تخلصيها في الاكل مره واحده، بتبقى لذيذه وخفيفه قوي. هبدا اقطعها معاكم بالشكل ده كده، واشيل كل الاجزاء اللي فيها ايه جزء كده عظم كتير مش عايزاه، مش حابه يكون موجود معايا، هفصله خالص عن الزهره بتاعت القرنبيط بتاعتي بالطريقه دي. انا طبعا اسرع الفيديو معاكم شويه عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي كده، وبعد كده بعد ما نخلصها مع بعض هنبدا نغسلها غسله كويسه قوي تحت الحنفيه كده، الميه اللي جاريه بتاعتنا، ونغسلها كويس ونصفيها كويس بالشكل ده كده. بعد كده هنصفيها، نكون طبعا في التوقيت دوت احنا حاطين حله على النار فيها ميه علشان نسلق القرنبيط بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي. انا طبعا بحطه في المصفى عشان اصفيه كويس اهو بالشكل ده كده. الخطوه دي بتضمن لك نظافه القرنبيط عندك، ويكون في اي شوائب بقى من السوق او من اي حاجه يكون نظيف معاكي. هبدا احط في ميه السليق بتاعتي معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه من الملح، ومعلقه من الفلفل الاسود. الكمون بيخلي ان الغازات بتاعه القرنبيط او الالم بتاع البط اللي بيجي اللي كلنا عارفينه ما يكونش موجود خالص في القرنبيط عندي. وكمان هنحط معلقه كبيره من الحليب اي نوع بقى عندك، علشان بيحافظ لك على لون القرنبيط عندك، وبيخليه محافظ على اللون الابيض بتاعه، ويطلع معاكي لونه حلو جدا جدا. طبعا انا مش هطول السليق بتاع القرنبيط عندي على السريع كده، علشان لسه طبعا في التحمير هيكمل سواه، فهطلعه نص سوا كده بسرعه علشان ما يتهريش منك وتعرفي تتعاملي معاه وانت بتحطيه في الخلطه بتاعتك. اول خلطه عندي هنجيب بوله، وهبدا احط فيها كوبايه مليانه من الدقيق، وده الكوب المعياري اللي انا بستخدمه، تكون كل الكوبايات نفس الكوبايه. وعلى الكوب دقيق هحط نص كوبايه من النشا، واحط معلقه صغيره بقى من الملح، الفلفل، الكمون، الكزبره، كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وده عامل مهم جدا معايا عشان قرمشه القرنبيط. وبس كده. وهجيب بيضايه واحده بس واحطها، هضربها كويس واحطها على الخلطه اللي عندي. وبعد كده هجيب فصين توم مهروسين وهنزل فوقيهم بالطريقه دي كده. وهبدا اجيب معايا بقى ميه دافيه من الكتل، وهبدا اقلب الخليط دوت مع بعضه. ومش هننسى طبعا كوبايه من الخضره اللي عندي دي، طبعا بتبقى حسب الرغبه، في ناس بتحب البقدونس، في ناس بتحب الكزبره، في ناس ما بتحبش ريحه الشبت في الخضره، فاللي تفضليه حطيه، المهم ان هو معيار كوبايه على المقدار ده. هبدا كده اخفف بالميه، هو ده القوام اللي انا عايزاه، اخفف من الكيك شويه بتاع قوام الكيك دي بقى. والبوله التانية ديت هي البوله السر بتاعنا بتاع قرمشه القرنبيط والخلطه السحريه بتاعتنا. هنحط بقى كوبايه من الدقيق تاني، وعليها معلقه كبيره من النشا، ملح وفلفل وكمون نفس البهارات بتاعتنا، ومعلقه ممسوحه برده من بيكنج باودر، واقلبهم واحطهم على جنب. ده القرنبيط بتاعي بعد ما صفيته كويس من الميه اللي عندي. هبدا بقى احط كده في الخليط السائل اللي عندي دوت، وابدا اقلب كويس واغطي فيه قطعه القرنبيط كويس جدا. وبعد كده هرجع احطها بقى في البوله اللي فيها البودر عندي، اللي فيها الخلطه التانية اللي احنا حطيناها مع بعض التتبيله. وبعد كده هصفيها كويس من الدقيق، وانزل في زيت يكون مغلي وسخن بس على درجه حراره متوسطه، علشان ما ياخدش لون سريع معايا من بره وما يكونش ني من جوه. ولكن اضمن لكم ان ده مش هيحصل، لان انا عندي الخدمه اللي انا خدمتها للقرنبيط وما غليته بالطريقه دي وسلقته بالطريقه دي، والخلطه بتاعتنا هتخليه مهما قعد في الزيت عندك، ودوت يعني كلام انا واثقه منه، عمره ما لونه هيغمق معاكي نهائي خالص. وده عن تجربه، لاني سهيت عنه كذا مره وسبته شويه ولقيته ما شاء الله اللهم بارك محافظ على نفس اللون بتاعه. هخلص كل الكميه معاكم بالطريقه دي. بصوا بقى انا عماله اقلب فيه يمين وشمال، بصوا اللون قد ايه ذهبي وحلو. ده غير كمان ان الكاميرا عندي مغمقه درجه، يعني هو افتح كمان من اللون ده، لونه بجد حلو قوي قوي، ذهبي ذهبي كده وشكله يفتح النفس جدا. هبدا بقى، بصوا انا بخبط عليها بالشوكه كده
بجد بجد مقرمش بطريقه لذيذه ومستوي وحلوه قوي قوي. لو انت ما بتحبيش القرنبيط او اولادك مش بيحبوه، الطريقه دي هتحسسهم ان هو عامل زي البانيه بالظبط فعليا، وهيحبوه جدا معاكي وهياكلوه. على فكره القرنبيط ليه طرق كتير جدا، دي واحده منهم. هنعمل كل الباقي ان شاء الله باذن الله في فيديوهات كتير مع بعض. هبدا بقى كده بعد ما خد اللون اللي انا عايزاه وان هو استوى كويس، قلبته مره واثنين وثلاثه على الناحيتين، هصفيه كويس قوي قوي وهجففه كده، وبعدين احطه معاكم في طبق التقديم. بصوا لذيذ ولونه حلو، وقعد كتير مهما قعد ما خدش لون غامق خالص. هخلص كل الكميه. طبعا انا عملت كمان طاستين بعد ديت، نزلت كمان دورين وخرجتهم بنفس الطريقه كده، وصفيتهم كويس قوي قوي على مناديل مطبخ، وبعد كده هنحطهم مع بعض في طبق التقديم. بصوا الجمال، لونها حلوه قوي قوي ومقرمشه جدا جدا. بعد كده طبعا هزين الطبق بتاعي بشويه كده خضره، وبعد كده هبدا احطه في الطبق. بصوا سامعين الصوت؟ صوته حلو قوي قوي، وهفتحها لكم كمان من جوه طريه جدا، شكله حلو. وعملت جنبه سلطه، ممكن تعملي جنب طبق بطاطس محمره. طبق بقى التقديم الجانبي اللي زي ما انت عايزه، طبعا العيش البلدي الحلو. والف هنا وشفا على قلوبكم، بجد وصفه حلوه وبتدفي جدا جدا في الشتاء. بصوا الصوت، وكمان سهله وبسيطه، وكمان هتتحب جدا من اولادك لو جربتيها بالطريقه الجديده دي. بصوا انا بفتحها لكم من جوه، بصوا من جوه طريه جدا وجوسي قوي 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 من جوه، ومقرمشه جدا جدا من بره، يعني حاجه كده ميكس فظيع وحلو جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما كانش طويل عليكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم في الكومنتات، يا ترى كويسه ومظبوطه معاكم ولا لا. اهم حاجه نمشي على الخطوات بالظبط، والمقادير تكون بالظبط زي ما احنا قلناها. وعلى فكره انت ممكن تعمليها زي البانيه بالظبط، وتتبليها وتشيليها في الفريزر عندك بكل حاجه على الزيت بس، هتبقى زي الفل. وممكن كمان تحطيها في الخليط وبعد كده تحطيه برده في الفريزر. على فكره انا عملت نص القرنبيطه بس، والباقي فرزته عندي في الفريزر على القليه على طول، بجد بيبقى ممتاز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.